السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ كلكم طلبتوا مني جولة في الشقة بعد ما دهناها وبعد كمان ما حطينا الزينة فيها. اول حاجة عايزة اوريها لكم السفرة دي كده. شكل السفرة، حاطين هنا مفرش كده خيامية قماش عادي، وحاطين عليها الفانوس الكبير دوت، شكلها حلو جدا. تمام. بعد كده هنيجي عند الركن ده. الركن ده انا وريتهولكم قبل كده وعملناه سوا قبل كده مع بعض، يا دوبك عدلت فيه حاجه بسيطه، ان انا حطيت دي بس هنا اللي هي ال الاباجوره دي، او سوري الفازه، بس مشغوله عشان انا اوريلكم النور. تمام، ده كده شكلها. المعلقه دي مكانها مش هنا، دي بتاعت ملك طبعا. تمام. يلا، شكلها حلو جدا. وهنا كده كنت حاطه انا هنا الفرونت اللي لسه موريهولكم، بس انا حطيت الفازه دي مكانه. والحاجات دي كلها هزين بيها السطح فوق ان شاء الله. انتظروا الفيديو بتاع السطح. هزين السطح بالحاجات دي، بالزينه دي، بالشريط الكهرباء ده، عشان هركب فيه لمبه موجوده هنا وهحطها فوق، عشان خاطر اقدر ان انا اقعد فوق مع اهلي براحتنا بعد الفطار، او نفطر فوق على حسب الساعه. شايفين الساعه كام؟ بصوا بقى هنا فوق انا حطيت الشريط بتاع الزينه اللي انتوا شايفينه دوت. انا علقته بالشكل ده، ولا عامل لي اعاقه تماما، مش عامل لي اعاقه تماما في ان انا اسحبها كده واوديها كده تاني عادي خالص، مفيش اي مشكله. بس عشان انا بشغلها بايده واحده اهو. الزينه دي شكلها، بصوا شكلها كيوت قوي وحلو قوي. هنا كده الزينه التانية اللي احنا علقناها برضو سوا مع بعض. ولعتكم برضو الشيت النهار ده عشان تشوفوا اكتر. الزينه دي شكلها حلوه جدا حلوه جدا. بس الدبان للاسف، الدبان السنه دي في كل مصر وحش جدا. انا عاملاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، معلقاها كده من بعيد اهو شكلها. تمام. وهنا كده الترابيزه حاطه فيها عليها مفرش الخياميه ده برضو. فيتامينات بقى، الحاجات بتاعتي، ادويتي مثلا، الرمودات، فاهمين؟ ورقه وقلم لو احنا حابين نكتب اي حاجه في السريع، عشان لسه في طلبات ما جبناهاش. هنا كده انا عملت الركن ده، حطيت فيه الخياميه دي ودخلتها كده من جوه، دخلتها كده من هنا كده عشان ما تقعش كل شويه من اي حد عايز يجي يقعد براحته. برضو مديه شكل فوق الرائع بجد. وهنا كده انا حطاه لملك الالوان وكراسه الرسم دي كده، عشان خاطر ترسم براحتها، لان الاطفال في الوقت ده بصراحه يعني بيكونوا مكبوتين جدا. هنا كده هي عامله ركن لنفسها وحاطه فيه كل اللعب بتاعتها، وبتلعب وقت كبير قوي هنا، فانا سايباها برضو براحتها خالص. بس دي كده كانت جولة سريعة في الريسبشن. انا مش مصوره لكم مكان تاني علشان خاطر، عشان انا ما زينتش اي مكان تاني، انا مزينه بس الحته دي كده اهو. ده السفره. وهناك كده الشاشه والديكوريشن اللي تحت الشاشه تحفه جدا. وهناك الديكوريشن دوت، والكنبه هناك اهي، والزينه اهي، شكلها رائع بجد. والدنيا لما تضلم دلوقتي هضلم لكم النور وهوريكم المنظر عامل ازاي. شايفين دي شكلها حلو ازاي. اصلا انا عايزه اقول لكم ان اللون بتاع الستاره جه سبحان الله بجد، هو ولون الساعه جه لونهم مقارب جدا للون الحيطه. فانتوا لو تاخدوا بالكم اللون اهو، شايفين اللون؟ انا اقفل لكم الفلاش تاخدوا بالكم اكتر. شايفين اللون عامل ازاي؟ مقارب جدا، نفس لون الحيطه تقريبا. فهي اصلا شكلها كيوت قوي مع الحيطه. والساعه برضو نفس اللون الغامق اللي هو هناك ده، تشبه له شويه. فالمنظر العام بجد شكله يفرح. بصوا بعد ما ظلمت الدنيا، عايزه بس اوريهولكم كده. انا هنور الفلاش اهو. شايفين الشكل؟ شكلها بجد واحنا قاعدين كده بعيد شكلها حلو قوي. وبرضو المنظر باين اهو، واهو في الحيطه. شايفين شكلها حلو جدا يا بنات، بجد شكلهم تحفة اهو. تمام، هنور النور كده عشان الدنيا ترجع لاصلها. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا وفرحتوا وانبسطتوا معايا وخدتوا افكار من الديكورات. اشوفكم على خير في فيديو جديد. انا عامله ديكور بسيط، مش عامله كتير، عشان هو ده احسن يعني.
وحاجات بسيطه بس مفرحه البيت والله جدا، ومفرحاني جدا جدا ان انا قدرت اعمل كل الحاجات دي. انا عملتها قبل كده كلها معاكم في فيديو خاص، ان شاء الله اسيبهولكم في التعليق المثبت، وفي اول يعني اول كومنت تعليق المثبت، وتحت في الديسكريبشن، وممكن تطلع لكم هنا كده في الاي على حسب. دوروا عليها في القناه برضو، بجد الفيديو هيعجبكم جدا وتنبسطوا منه قوي. اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين.